كل واحد فينا محتاج ما بين كل فترة والتانية كده يقعد يعيد حساباته مع نفسه، ويشوف لو حد مزعله أو ظلمه أو جرحه بأي شكل من الأشكال، سبب له أذى نفسي، جرح قلبه بأي شكل، يسامحه ويتصل بيه ويقول له أنا مسامحك وعفوت عنك، وضميري مستريح من ناحيتك وبتمنى لك كل خير. ولو هو ظالم حد يكلمه ويقول له حقك عليا، أنا ظلمتك وزعلتك وسامحني عشان ما يبقاش في مظلمة بيني وبينك يوم القيامة قدام ربنا، دي حاجة كبيرة قوي. عشان تحس بسعادة لازم تسامح، عشان تنقي قلبك وترقيه من الرياء والنفاق والحقد والغل والضغينة والكراهية، كل دي مشاعر بتأذي قلبك. نقيها وسامح، تغافل عن زلات الآخرين اللي حواليك. أي حد تقبله كما هو بعيوبه ومميزاته، واطلب العفو من ربنا. كلنا عاصين لولا ستر ربنا، كلنا فينا عيوب لولا ستر ربنا، وبنعصيه ليس استخفافا بيه ولكن لضعفنا، كلنا ضعف. ربنا يرحم ضعفنا.